يوم جديد وفلوج جديد. تعالى اخدكم في فلوج النهارده اللي هو مش مثالي خالص. المفروض ان انا كنت مرتبه من امبارح ان انا هصحى بدري علشان عايزه انجز في يومي او اعمل حاجات مفيده في يومي بما اني مش بنجز الفتره دي. فقررت ان انا اصحى بدري، ولكن للاسف ما صحيتش، صحيت برضو متاخر جدا. قلت اتس اوكي، هكمل باقي اليوم. صحيت، عملت السكين كير روتين بتاعي وقعدت مع نفسي شويه، وبعديها اخدت خلوتي وقعدت مع ربنا. وبعد كده في زي كل حاجة كده بدرسها من الكتاب بعمل عليها زي امتحان علشان الحاجات تثبت في دماغي. بعد كده فطرت وقررت ان انا مش هشرب نسكافيه الصبح، فانا هشرب قهوة بلبن، ما انا لازم اشرب. وبعدها قرأت في كتاب اسمه قرارات مصيرية. ما كنتش عايزة اقرأ كتير جدا، هم بس صفحتين. وبعد كده كان عندي اوردر مفروض اسلمه وخلصته الحمد لله وسلمته. وبعدها قررت اخد بريك، ما خلاص بقى عملت حاجات كتير يا جماعة. عملت النسكافيه المرة 50 في اليوم، وسمعت المسلسل المفضل بتاعي واخدت وقتي. وبعد كده قررت ان انا هصور فيديو علشان انزله، وللأسف فشل. بس اتس اوكي، هحاول مرة كمان بس مش دلوقتي. وبعد ما خلصت طبعا اخد مني كل ده وقت طويل جدا، قرأت في كتاب جديد خطير جدا 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 اسمه السعادة الواقعية. وبعد كده شربت نسكافيه واتعشيت، وهكذا انتهى الفلوج، ولكن لم ينتهي يومي بعد.